السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. الحكاية بتبدأ ببنت رزلة عمالة تزن على أمها علشان تجيب لها عروسة بامبي، وآخر ما زهقت منها جابتها لها. لكن البنت بدأت ترمي لعبها القديمة، ومنها عزمي الدبدوب الكيوت اللي بينطق كلمة واحدة محبوبة. وأثناء ما هي نايمة فجأة الصندوق اللي بتترمي فيه الألعاب القديمة بينور ويطلع دخان جامد، وبتظهر لعبتها القديمة وتقول لها محبوبة. لكن البنت طبعا بتصرخ، وامها بتيجي علشان تلحقها، والبنت بتقول لها عزمي اتحرك، لكن امها بتصرخ فيها وتقول لها لو سمعت صوت زعيقك تاني هدوس عليكي برجلي وسفلتك في الارض. وبتدور على النت هل لو ضربت بنتي هتحبس، وافضل اجابه ظهرت لها بتقول لا طبعا انا بضرب ابني على طول بالحزام. وعزمي بيتحرك تاني والبنت بتصرخ، وامها بتيجي ترزعها قلم حكومه وتقول لها لو سمعت صوتك تاني هطلع وبتحط عزمي جنبها اللي اول ما امها خرجت بصلها وقال لها محبوبة، وبيربطها بالحبل ويجرها ويقول لها محبوبة وسط صريخ البنت. لكن لما امها بتيجي وتفتح الدولاب بتلاقي بنتها ميتة، وعين البنت بتخبط في رجليها وتصرخ الولية. وبنروح على جاسر اللي عايش طفولة مميزة وسط ابوه وامه اللي بيحبوه، ولانه بيحلم بكوابيس مامته بتجيب له دبدوبة ناطقة علشان تحميه اسمه بندق، وبتقول له طول ما بندق معاك ما تخافش من حاجة ابدا. والدبدوبة بتقول له بندق بيحبك. وبيكبر ويوصل لسن 35 وبيكون راجل ضعيف الشخصية لسه محتفظ بكل ألعابه في أوضته وعايش مع أهله، وده بيرعب أي بنت بتقرب. وشغال مصمم عرايس في شركة كبيرة، لكن بيعاني لأن زميله رفعت بينافسه على منصب إدارة قسم التصميمات، واخد كل الاهتمام لأن هو صمم برعي الروبوت الذكي. والروبوت اللي صممه جاسر مش قد كده ومش بيعجب فادي مدير الشركة. وأثناء احتفال أبوه وأمه بعيد ميلاده بتحصل حادثة جوه البيت وبيموت فيها أبوه، وبتتكعبل أمه في جثته وتموت أمه هي كمان. وفجأة بيلاقي نفسه وحيد بلا عائلة أو أصدقاء. وبعد 10 شهور بيزوره سعيد مديره المالي، وجاسر بيقدم له الشاي اللي تفله فيه، وبيقول له سعيد ما قدامكش حل لأن البيت عليه اقساط، يا اما تقسط على شهور أكتر ب4 أضعاف قيمة البيت يا اما تبيعه. بالتالي جاسر ما قداموش حل غير إن هو يمضي على عرض التقسيط، وبيقول له لازم تدفع أول قسط آخر الأسبوع وإلا هيطالبوا بالحجز على البيت. ولما بيعرض التصاميم على فادي اللي بيحب كلبته جدا خوخة ومبروز صورة خوخة على مكتبه، فادي بيعتبر تصميماته قديمة وعاف عليها الزمن، ويقول له اتعلم من رفعت اللي مبدع وعامل تصاميم مترقعة. بالتالي بيعرض عليه يا إما يطرده أو يعينه في وظيفة أقل بتلت المرتب، وبيعامله على إنه كلب. وبيضطر جاسر يوافق ويقول له آخرك معايا الجمعة تجيب لي فيها تصميم جديد. بيقول له لازم تضحك في وش قبل ما تمشي، انا انقذتك يا معفن واديتك وظيفه. وبيضحك غصب عنه علشان ما ينطردش، وبيعرض بيته للبيع ويقطع تصاميمه القديمه كلها ويتخلص من كل لعبه القديمه. واخيرا بيرمي بندق في الصندوق اثناء ما بندق بيقول له لا بندق بيحبك، بس ما بيقدرش يرمي صورته هو وبندق اللي رسمها بإيده وهو صغير. لكن أثناء ما هو نايم الصندوق اللي فيه بندق بينور ويطلع دخان كتير وسط رعد وبرق، وبيقوم جاسر مفزوع خير اللهم اجعله خير، وبندق بيتحرك ويقطع كابل الكهرباء. ولما بيقوم جاسر بيلاقي بندق معاه سكينة ويقول له وبيلاقي كل لعبه القديمة متقطعة، جريمة قتل مروعة. وبيتصل بالشرطة ويقول لهم الحقوني في حد قتل كل دباديبي. ولما بتوصل الشرطة بيحاولوا يهدوه ويرجحوا ان القاتل اكيد حد يعرفه، وبيقول لهم انا معرفش حد انا وحيد. وبيطلبوا منه بسكوت للشاي بتاعهم، وبيفتح لهم الكابينة عشان ياخدوا بسكوت. ورغم ان هو بيعجبهم جدا هو مستغرب جدا من اللامبالاة بتاعتهم. وفي الشغل بيتعرف على بدرية مسؤولة حركة الالعاب، ولما فادي بيسأله على التصاميم اللي ما عملهاش اصلا بتنقذه بدرية وتقول له انها خدت معاها التصاميم للبيت علشان ترجعها. واضح ان البت دي معجبة بيه، وبيتصل بيه سعيد اكتر من مرة علشان دفعة القسط لكنه بينفض له. وهو قاعد بالليل بيسمع صوت غريب وبيفتح باب البيت وبيلاقي قلم سعيد على الارض، وبيشوف بندق اللي بيقول له لكنه بيرجع علشان يبتكر تصميم، لكن بينام من التعب ومش بيبتكر حاجة. ولما بيروح ينام على السرير بيلاقي راس جنبه راس سعيد، وبيظهر بندق ويقول له بندق بيحبك وينط عليه وهو ماسك السكينة وكأنه هيغز، لكنه بيغز الراس ويقول له وبيصحى
على صوت خبط على الباب وبيلاقي جثة سعيد متشخرمة خالص، وبيكتشف ان اللي بيخبط عليه هم الشرطة ونسيوا كاميرتهم جوه، وبيجري بسرعة يحط جثة سعيد في المطبخ ويحاول يخبي كل آثار الجريمة، ويحط راس سعيد جنب باكينة البسكوت. وبيسأله الشرطي تعرف سعيد؟ قال ولا اعرفه حضرة الضابط. وبيقول له ازاي يا ابني ده هو مديرك المالي اصلا، لكنه بيتظاهر ان هو ما شافهوش بقاله فترة. ورغم ان عربية سعيد راكنة قرب بيته لكن جاسر بيعتبرها صدفة مش اكتر، وبيروح علشان ياخدوا بسكوت. يا لهوي، لكنه بيمنحهم بالقوة علشان لحمة الراس اللي جوه، والشرطي بيقول له اللي ياكل لوحده هيزور ان شاء الله. ولما بتمشي الشرطة بيحاول جاسر يستوعب اللي حصل، اثناء ما بندق معجب جدا قوي بفنه وبيصور، ويحاول يفهم منه جاسر هو ليه قتل سعيد، لكن بندق بيقول له بندق بيحبك، وبيقرر يسيبه في البيت عادي بس بشرط واحد ان هو ما يقتلش حد تاني. وبندق بيقول له وبيدفن سعيد وسط ما بندق سعيد وبيضحك. وبدأ جاسر يعامله ككلب، وبدأ بندق يستجيب، والواد شكله هيجي منه ولا ايه. وبيعمل جاسر تصاميم شبه بندق وبيحاول يقنع بيها فادي ان في جزء كبير من الناس هيحب اللعبة دي، مش لازم كل العرايس والألعاب اللي يعملوها تبقى محصورة في نوعية واحدة من الناس. وبيبدأ فادي يقتنع بده ويقول له وريني شغلك كله. وبدأ يعمل شخصيات فعلا من بندق، زي بندق الشبح وبندق الزومبي وبندق العروسة المجنونة وبندق مصاص الدماء وبندق المنشار والأخت بندق. وبيبدأ بندق يهتم بيه ويكويله قميصه أو يحرقه ويلمع له جسمته ويستحمى معاه. وبدأ جاسر يتقرب أكتر من بدرية، وخلاص الحياة شكلها تبقى زبادي خلاط بالتوت. وبدرية بتقترح عليه إن هما يتعشوا سوا في بيته، وبيدخل فادي ويقول له أنا خارج مع عيلتي وعايز حد يهتم بخوخة كلبتي. وبيوافق طبعا جاسر ان هو ياخدها. وفي الاثناء بيجي السمسار يوري البيت لزبونه، لكن بندق بيرشق رفض البيع في السمسار ويطلع يجري ورا الزبونه اثناء ما بيقول لها بندق بيحبك، لحد ما استخبت منه فوق العليه الخفيه بس بيقع منها موبايلها. واول ما بيوصل جاسر البيت بيشوف جثه السمسار، وبندق بيقول له ودلوقتي المجموع بقى جثتين، وبيحاول يحطوا جاسر في الصندوق علشان بدرية جاية ويقول له اوعدني ان انت ما تخرجش والنبي. وبندق بيقول له اتفقنا، لكن بندق بيوقع الصندوق ويقول وبيبدأ يختار من الأسلحة المتنوعة اللي قدامه. لكن في الأثناء بيوصل فادي ويديله خوخة، وبينجح بندق إن هو ياخد المفتاح اللي سابه جاسر جوه الباب. يا لهوي دي هتبقى حفلة. وأثناء ما هو مندمج مع بدرية بيجري بندق ورا خوخة بالفاس ويرشقه في خوخة وسط فرحة بندق اللي جابها من مرة واحدة. وأثناء ما بدرية بتحكي لجاسر أزمتها وهي صغيرة يوم عيد ميلادها، أمها اتكعبلت في العروسة بتاعتها ووقعت واتكسرت رقبتها. لكن فجأة بيختفي جاسر من قدامها لأنه هو شاف بندق ساحب جثة خوخة، وبيلاقي بندق معلق الكلب وبيخبيه في الغسالة. لكن بتظهر بدرية وتقول له انت بتعمل ايه؟ وبتلاقي بندق وبيعجبها جدا لأنه كيوتة، وبندق كان على وشك ان هو يقتلها، لكن جاسر بيقولها ان هو مش بيحبها علشان يبعد عنها بندق. وهي بتصر ان هي تخليه ينام في سريره لأنه شكله تعبان، لكنه بيقولها ان هو رايح الحمام ويروح يدور على بندق. لكن بندق دخل بالكلب للأوضة وبيمسكوا جاسر بسرعة، لكن بدرية بتشوفه وبيتظاهر ان هو بيحميها من الكلب ويقع منه الكلب من الشباك. لكن بينزل على عربية فادي اللي وصل فعلا للبيت، بالتالي خلاص اتأكد ان جاسر هو اللي قتل. وبيرفضه طبعا فادي ويلم حاجته والروبوت اللي صممه ويخرج من الشركة. واول ما بيروح بيقرر خلاص ان هو يتخلص من بندق ويجيب المنشار علشان يشخرمه. بس بيلاقيه مجهز له حفلة عيد ميلاد وعامل له تورته مكتوب عليها بندق بيحبك، لكنه بيقول له ان فادي طردني بسببك. لكن بندق برضه بيقول له بندق بيحبك ويرمي له هدية مغلفة ويقول له لكن جاسر بيسيبه ويروح. وبالليل بيصحيه بندق وبيقول له ويشد من فوقيه الغطا ويروح وراه جاسر ويلاقي هدية كبيرة مغلفة، وبندق بيقول له هدية، وبيكتشف ان هو فادي وبندق لففوله
لفة هدايا وبيصوروا جاسر ويقول له رجعني الشغل وعيني مدير قسم التصاميم وإلا هنشر الصورة دي على الشركة كلها. وخلاص فادي بيوافق وجاسر بيقول له اهو كده انا ابتديت احبك. لكن في اللحظة دي بيضربوا بندق في رقبته ويقتله، لكن جاسر بياخد بندق ويحطه جوه تابوت ويمسمره ويدفنه ويبدأ خلاص يعيش حياته مع بدرية. لكن بندق بيخرج من التربة وبيحس بالألم والخذلان وقد ايه صاحبه باعه ورماه بسبب واحدة ست من وجهة نظر بندق طبعا. وبيقرر بندق يلبس قناع ويروح ينتقم، وبيشوف بدرية وهي خارجة من بيت جاسر وبيستخبى فوق عربيتها، وبيشوف جاسر كلام على الحيطة بندق كاتبه بيقول ان هو هيقتل بدرية. وبيدخل بندق وراها الشركة ويرمي نفسه على الأرض، وبيلاقيه رفعت وياخده المطعم الشركة اللي بتكون فيه بدرية قاعدة. وبتضحك بدرية جدا ازاي بندق جه هنا اصلا، وهو بيقولها بندق بيحبك. بس بيوصل جاسر للشركة ويحاول يحذرهم لكنهم كلهم بيتريقوا عليه. فبيقول لرفعت ان هو بيحبه قوي، فبيتحرك بندق ويرشقه في ايده وبيجري هو ورفعت وبدرية وسط ما بندق بيترجاه بندق وبوسة يلعبوا معايا، وبينجحوا ان هم يقفلوا الباب وراه ويجروا على العربية، لكنهم بيسيبوا بندق جوه مع افراد الشركة وبيبدأ يخلص عليهم واحد واحد وحتة حتة. ولما بيروح جاسر للبيت بيقرر ان هما يتحصنوا ويستعدوا البندق بالافخاخ واعداد الروبوت ابو سريع علشان يحارب معاهم المعركة القتالية الجاية. وبيروح بندق على المول علشان يستعد هو كمان للمعركة وكأنه باتمان. واثناء ما بدرية في الاوضة بتشوف الهدية اللي كان مديها بندق لجاسر وبتفتحها وبتظهر لها عروستها القديمة اللي قتلت مامتها وبتغني نفس الاغنية القديمة انا الفرخة واحنا الكتاكيت وبترزعها زخروف في رجليها. وفي الاثناء تحت رفعت وجاسر مستعدين لاستقبال بندق، لكن جاسر بيشوف بندق ويضرب عليه النار لكن بندق بيتفاداها ويبوظ له السلاح. بالتالي بيحضر جاسر ابو سريع وتبدا المعركه وبيبان ابو سريع ان هو الاقوى، لكن برضك بندق مرن وعنده ليونه وبينجح ان هو ينط فوق ظهره ويقطع سلوكه ويبوظه تماما ويرزع له ورده في ظهره. ورفعت بيطلع له برعي الروبوت بتاعه ويخلص عليه. اما بدريه بتنجح انها تقتل العروس. وخلاص بندق على وشك ان هو يقتل جاسر وبيوصل برعي علشان يقتل جاسر، لكن بندق بيحميه ويقول للبرعي العب معايا، لكن برعي اجمد منه بكتير وبيتلاعب بيه. وخلاص على وشك ان هو يقتل بندق، لكن جاسر بيفعل فخ المسامير ويصيب برعي ويطلع يجري. وجاسر بيقول للبندق هدية، وبيجري بندق على بدرية ويحصله جاسر علشان ينقذ بدرية ويقول له اديني حضن لان هم خلاص هيحبسوني ومش هنشوف بعض تاني. وبيظهر الاتنين شرطيين تحت بيت جاسر ومعاهم مسدسات بالي، وبيجري بندق علشان يحضر جاسر اللي محضر سكينة علشان يغدر بيه. وقبل ما بيضربه بالسكينة بيفتكر الذكريات ويقول له جاسر بيحبك يا بندق. لكن بدرية بتنقذ بندق اللي بينط من الشباك وينزل على ركبته نزلة الأبطال الخارقين ويروح على الشرطيين علشان يثبت لهم ان هو القاتل. وبيضربوا عليه بمسدسات البلي ويحاول جاسر ينقذه لكن بليا بتيجي فيه ويتصاب هو كمان ويقع. وخلاص بندق بيقاوم وبيحاول يقرب من الشرطي لكنه بياخد بليا في راسه ويقع جنب جاسر. وفي آخر نفس ليه بيقول له بندق بيحبك. والشرطيين اتفقوا ان هما مش هيقولوا الحقيقة لان صعب اساسا تتصدق، فهيقولوا ان رفعت هو اللي قتل كل الناس بما ان هو كده كده مات. وبيسيبوا جاسر يمشي وبيسيب جاسر البيت مع بدرية، لكن بنكتشف ان برعي وعزمي لسه عايشين. والبت اللي كانت مستخبية فوق فضلت تموت في مكانها على انها تنزل تتقتل. ادعوا معايا ان ربنا يرحم شهدائنا في غزة، ولازم كل واحد فينا يقاطع المنتجات الامريكية اللي بتدعم الكيان الصهيوني. ويا ريت لو حد قدر يتبرع ما يتأخرش. وادعوا ان ربنا ينصرنا على العدو الغاشم، عسى ان تكون ساعة استجابة. لو عجبكم الفيديو ده بقى متنسوش تدوسوا لايك وشير الفيديو عشان نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحة. بس الاهم من كل ده ما تخلوش اي فيلم او اي فيديو يلهيكم عن الصلاة وعبادة ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم فيديو جاي. سلام عليكم.